في البداية مفهوم إن الإخوان ركبوا الثورة هو تقريبا بقى الشماعة النهاردة اللي أغلب القوى السياسية بتعلق عليها الإضرابات والاعتصامات وأحيانا أحداث العنف اللي بتحصل النهاردة في الشارع المصري. ولما حاولنا نفهم من هذه القوى السياسية أو من الإعلام أو من أي ناشط أو محلل سياسي مفهومه عن معنى الإخوان ركبوا الثورة، لخصوا لنا تقريبا في 3 نقاط. النقطة الأولى وهي إن الإخوان أصلا ما كانتش مشاركة في بداية ثورة 25 يناير، والبعض ذهب لأبعد من ذلك وقال إن الإخوان كانت بتمثل علينا في الثورة وتقريبا ما كانش ليها أي دور يذكر في ثورة 25 يناير. النقطة الثانية وهي صفقة الإخوان مع المجلس العسكري اللي بيها وصل الإخوان النهاردة للحكم في مصر. النقطة الثالثة وهي محاولات الإخوان المستمرة للسيطرة على مفاصل الدولة في مصر اللي هي بيسموها أخوانة الدولة. وخلونا نتفق في مناقشة كل نقطة إن إحنا هنستشهد بأقوال التيار الليبرالي، بمعنى إن إحنا مش هينفع نستشهد بأي حد من الإسلاميين لأن طبيعي إنها هتبقى شهادته مجروحة في أي نقطة من النقاط ال3. وخلينا نبدأ بأول نقطة وهي حقيقة مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الثورة من بداية الثورة في 25 يناير. وتعالوا نشوف الأستاذ إبراهيم عيسى في الصالون السياسي بتاعه مع شباب الثورة وهم بيتكلموا عن بداية ثورة 25 يناير ومن الداعي إلى ثورة 25 يناير. الجهات الأساسية اللي نظمتها هي يعني لو حابب التسميات يعني حابب في حملة دكتور البرادعي، حملة الشعبية لدعم البرادعي، لا حملة الدكتور البرادعي معا سنغير، حملة دعم البرادعي معا سنغير، جميل. حزب الجبهة الديمقراطية اللي أنا بمثله، الإخوان المسلمين الإسلام 4، حركة 6 إبريل وحركة العدالة والحرية. 5 جهات، 5 وكلهم مسيسين. سبحان الله، يعني شباب الإخوان المسلمين كانوا أصلا من الداعين إلى ثورة 25 يناير، والنهاردة احنا بنتكلم في خرافة هي الإخوان شاركت من بداية الثورة ولا ما شاركتش أصلا في ثورة 25 يناير. ده الأغرب من كده شهادة كل الإعلاميين بلا استثناء بمن فيهم محمود سعد، حمدي أنديل، إبراهيم عيسى، عمرو أديب، اللي اتكلموا كلهم عن بطولات جماعة الإخوان المسلمين في ثورة 25 يناير. وتعالوا نشوف كاتب زي الأستاذ بلال فضل وهو بيتكلم عن بطولات جماعة الإخوان المسلمين في أثناء ثورة 25 يناير. ظهر الإخوان المسلمين بمظهر حضاري وكان لهم دور كبير في إنجاح الثورة سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثورة وأنا منهم، ودورهم في يوم الأربع في صد البلطجية دور رائع. مش كده وبس، ده حتى النظام القديم بيبان فيهم عمر سليمان، مصطفى الفقي، أحمد شفيق، نجيب ساويرس، كلهم بلا استثناء ما قدروش ينكروا تضحيات جماعة الإخوان المسلمين في أثناء ثورة 25 يناير رغم فجرهم في عداوة جماعة الإخوان. تعالوا نشوف مثال قالوا إيه عن دور جماعة الإخوان في ثورة 25 يناير. أعلم أنه موقعة الجمل التي حارب فيها كما يقال هم جماعة الإخوان المسلمين، وحموا الشباب من عمليات الضرب العشوائي والتصويب والقنص وإلى غير ذلك من الأمور. واللي لسه مش مصدق يخش ويشوف فيديوهات عصام العريان، محمد البلتاجي، صفوت حجازي وحديثهم قبل الثورة بأيام عن ضرورة مشاركة كل شباب جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرات 25 يناير على مستوى محافظات مصر كلها. فالحمد لله أن ربنا جعل الإخوان سبب من أسباب نجاح ثورة 25 يناير. لكن ما نقدرش ننكر أن نزول الإخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الأرض. مش عايز أتكلم، محدش يقدر ينكر كده أبدا. خلونا نتكلم في النقطة الثانية وهي صفقة الإخوان مع المجلس العسكري. والحقيقة إنه اللي بيتكلم في الصفقة دي بيقول إن بدايتها كانت مع الإعلان الدستوري اللي طلعه المجلس العسكري واللي سندته جماعة الإخوان المسلمين بكل قوة وحشدت الناس إليه، وصولا إلى تسليم المجلس العسكري السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكأن المجلس العسكري سلمها عن طريق بيان تنحي زي مبارك، مش عن طريق انتخابات نزيهة الكل شهد بنزاهتها سواء كانت انتخابات تشريعية أو حتى انتخابات رئاسية. وخلينا نرجع للإعلان الدستوري ونقول إن الإعلان الدستوري كان بيقول إن مدة بقاء المجلس العسكري في الحكم 6 شهور، 6 شهور بس يتم خلالها التحضير لانتخابات برلمانية تنتج لجنة تأسيسية منتخبة لتضع الدستور، ثم تأتي انتخابات رئاسية ليتسلم الحكم أول رئيس مدني منتخب. كل ده بيتم بعد التحضير ب6 شهور فقط. ايه اللي حول المسألة من 6 شهور لسنة ونص؟ هو ده السؤال اللي هيجاوب لنا عليه المجلس العسكري نفسه في السؤال ده مباشرة. انا هقول لحضرتك كان حجة المجلس على القوات المسلحة، لان انا سألت هو انتم ليه رجعتوا في كلامكم؟ قالوا جات لنا قوى سياسية من الثورة
ومن اليساريين ومن الليبراليين طلبت قالوا مدوا بالظبط كده. طيب ما انا بوضح لحضرتك اهو. وانا لا ما انا مش انا بص انا ما باخدش ربع، ما انا ما عنديش ربع حقائق، لا انا هقول لك اللي اعرفه كله. انا بقول لك كل اللي اعرفه ان هو كان تفكيرهم 6 شهور ونمشي. جت القوى السياسيه قالوا انتوا هتسيبونا للاخوان. يعني الليبراليين واليساريين هم اللي راحوا للمجلس العسكري وقالوا له ارجوك خليك شويه كمان في الحكم وفي 60 داهيه البلد، ولان الحكم يوصل للاسلاميين ويتكرر النموذج التركي تاني قدام عينينا. ولو خدت بالك ان ال6 شهور الثانيه من حكم المجلس العسكري هي اللي حصلت فيها كل المآسي اللي لحد النهارده بنعاني منها، من احداث السفاره الاسرائيليه لمحمد محمود لمجلس الوزراء لشهدائنا في احداث بورسعيد. ولو مش مصدق اللي عمله الليبراليين واليساريين، تعال معايا وشوف الدكتور عمرو حمزاوي وشوف هو قال ايه. كان تفكيرهم 6 شهور ونمشي. جت القوى السياسيه قالوا انتوا هتسيبونا للاخوان. ايوه بالظبط. مش حصل الكلام ده؟ فده اجلت المساله كلها. حصل بالفعل من البعض، حصل من بعض القوى الليبراليه، من بعض القوى اليساريه، وطولب المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتمديد فتره ادارات لشؤون. يعني الليبراليين والعلمانيين الصبح بيلفوا في ميادين البلد وبيقولوا يسقط حكم العسكر، وبالليل قاعدين مع المجلس العسكري وارجوك ما تسيبناش لحكم الاسلاميين، وفي الاخر بيتقال ان الاخوان هم اللي عاملين الصفقه مع المجلس العسكري. السؤال، عمرك شفت سفاله اكتر من كده؟ نيجي بقى للنقطة الثالثة، وهي سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، أو اللي بيتقال عليها أخوانة الدولة. والحقيقة إن الأستاذ إبراهيم عيسى نفسه قبل التحول طبعا قال فيها إن اللي بيقول الكلام ده هو عاجز بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتعالوا نشوف الأستاذ إبراهيم عيسى وهو بيعلمنا معنى الديمقراطية وحرية العمل السياسي. من حق الإخوان المسلمين إنهم يشتغلوا، ومن حق إنهم ينزلوا في الشارع، ومن حقهم إنهم يتظاهروا، ومن حقهم إنهم يترشحوا في الانتخابات. إنما الخيابة بقى والبلاهة بتاعت انه الوقوف الجري من قدام اصل الاخوان هيسيطروا، ده معناه العجز البين لدى القوى الوطنيه والتيارات الوطنيه الاخرى. انما ينفع مفيش ديمقراطيه بقى، هنبدا من الاول بنفتح الورق فاضي فنقوم بقى بديمقراطيه الاستبعاد والازاحه. لا انتوا ما تخشوش، لا انتوا ما تعملوش، ايه ده ديمقراطيه؟ مفهوم الأخوانة عند الليبراليين وهي إن الدكتور محمد مرسي بيستعين ببعض الإخوان في الوزارات أو في المحافظين. وخلينا نفهم من أستاذ قانون، هل ده أمر طبيعي ولا أمر غير طبيعي؟ هل المظاهر اللي بتحصل دي من وجهة نظر سياسية يا أخوانا لما يتعين محافظين إخوان مثلا على سبيل المثال ربما تشير إلى ذلك، وكم وزير إخواني ولا بتاع؟ لا، أقول لك ده الأمر الطبيعي. الأمر الطبيعي إنه لو نجح رئيس يساري إنه لما هيجيب كم محافظ ولا كم وزير هيحاول يجيب الناس اللي هم متوافقين فكريا معه. هذا هو المنطقي. مستحيل هولاند رئيس فرنسا اللي هو الاشتراكي لما يجي يعين، لو في تعيين، هو عندهم تعيين محافظين، العمد لا يعينوا يختاروا بالانتخاب، لكن يعين محافظين على سبيل المثال هو بيعينهم رئيس الدولة، يروح يجيبهم مثلا من حزب يمين الوسط أو حزب اليمين المتطرف. مستحيل، ده كلام ضد السياسة وضد المنطق. يعني من الطبيعي ان الاشتراكيين مثلا لما ينجحوا في فرنسا ان هم يستعينوا بالاشتراكيين اللي مؤمنين بافكارهم في المواقع التنفيذيه. مش معقوله هيطلبوا مثلا من الليبراليين ويقولوا لهم والنبي تعالوا ساعدونا في الحكم. ولو كان البرادعي مش كان زمانه دلوقتي بيبردع الدوله؟ ولو كان حمدين مش كان زمانه دلوقتي بيحمضن الدوله؟ ولا كانوا هيخلوا السلفيين هم في المواقع الاساسيه او الحساسه في صناعه القرار عشان يحققوا البرنامج الانتخابي بتاعهم؟ ولو عايز تتاكد اننا بعاد تماما عن اخوانه الدوله، تعال نسمع الكلام العاقل ده ونشوف هيتقال فيه ايه. خلينا في الشرطه، ما تأخون الشرطه. رئيس الجمهوريه يستطيع ان ينشئ شرطه بديله. ما رايك؟ رئيس الجمهوريه وفقا للدستور السابق، وفقا لاي دستور، يستطيع ان ينشئ شرطه جديده. لانه دي قوه لضبط الشارع. طب ما يعمل حاجه كده موازيه كده، زي مثلا زي الشرطه العقائديه اللي موجوده في ايران، الحرس الثوري، زي الحرس الثوري، زي بعض الشرط اللي موجوده في بعض دول المنطقه. العمليه ممكنه، ممكنه، لكن في الدوله المصريه ممكنه؟ لا، مش ممكن. في ختام حلقتنا مفيش حاجه اسمها الاخوان ركبوا على الثوره، والفيصل بيننا دايما هو الصندوق الانتخابي. واللي لسه بيشكك في الانتخابات بحجه ان الاخوان بيعتمدوا على الجهله والاميين او حتى على الزيت والسكر، فده كلام فاضي ما بقاش حد يصدقه. والدليل على كده النقابات زي الصيادله والاطباء والمهندسين والمعلمين والتجاريين اللي لحد النهارده الاخوان واخدينها باكتساح.
هم دول الجهله والاميين اللي الاخوان بيعتمد عليهم، او حتى المصريين في الخارج سواء كانوا في الخليج او في دول اوروبا اللي لحد النهارده اقل نتيجه حققتها جماعه الاخوان ما قلتش عن 70%. يا ترى هم دول المستنيين الزيت والسكر بتاع الاخوان؟ تصبحوا على خير. النهضة مش كلام ولا حلم في المنام.